يجب أن يكون هناك تضافر دولي بناء على قرار مجلس الأمن للقضاء على هذا التنظيم في كل الأجزاء العربية الموجود فيها، وإما فالقرار إن كان قرار نظري فقط بالشجب والإدانة فهذا ليس قرار مطلوب، وهذا القرار لن يكون صالحا لصالح أي دولة، وإنما أجد أن هذا القرار سوف يجد طريقه بإلزام كل الدول بمقاومة هذا الإرهاب عن طريق قوات التدخل الدولي وعن طريق القوات المصرية والقوات الليبية. نعم. طيب أخيرا سيادة المستشار، يعني مع خطف الصيادين أمس، هل سيتكرر السيناريو مرة أخرى مثل ما حدث مع الأقباط المصريين أم ماذا؟ أتمنى ألا يتكرر ذلك وأن يحدث اختراق داخل هذه الجماعات كما قلنا سابقا، لأن التدخل من جهة الجيش يجب أن يسبقه اختراق إما عن طريق معلومات آتية من الطرف الليبي، وإما عن طريق معلومات تأتي عن طريق تدخل من المصريين باختراق هذا التنظيم، لأن الحرب ليست حرب قتل أو ضرب فقط أو ضربة جوية فقط، يجب أن يحدث اختراق للقضاء وتكفيف منبع هذا الإرهاب والحصول على مصادر تمويله الحقيقية، ومن أين يأتي بهذه الإمكانيات ومن أين يأتي بهذه القوة وكيف يجند أطرافه وكيف يستطيع أن يصل إليهم. كل هذا هو التكفيف الحقيقي لمنبع هذا الإرهاب.